بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، أكثر طلبات تجيني خلال الشهر هذا أنه رد على علي البخيتي، أنه علي البخيتي قاعد يستفرد بعقول المراهقين ويخليهم يلحدوا. آخر رسالة وصلتني أمس من شابة يمنية في أمريكا، حتى لغتها شوية الإملاء مش دقيق، بتقول لي إنه أخوها الصغير بدأ يتابع علي البخيتي قبل أسابيع، وقبل أمس روح البيت يصيح فوق أبوه وأمه ويقول لهم ما فيش دين ما فيش رب، وبدأ يروح لهم بالبيرة، بيرة كحولية طبعا. فود الناس إن أنا أرد عليه. أنا والله مش فاضي له، ولكن نزولا على رغبتكم عشان أكشف لكم حجم الجهل اللي عند هذا الرجل. هو جاهل ويتبعه مجموعة من الجهلة. لا نطول لأنه الحلقة هذه شكلها طويلة، سهرتنا صباحي، فتعالوا نبدأ على بركة الله وتعال أحكي لك. اولا، هتلاحظ دائما انه الملحدين لا يؤمنون بوجود اله، وكلهم كان يقول لك انا ملحد، مثل علي البخيتي كان يقول انا ملحد لا اؤمن بوجود رب. ولكن بعد ما بدأ يدخل المساحات ويدخل في مناظرات ونقاشات يتورط. اذا قال انا لا اؤمن بوجود صانع للكون، لا وجود لاله، يتورط فكريا وادبيا ومنطقيا وعقليا وعلميا، يتورط. فرجع غير مبدأ، يقول لك انا اؤمن بوجود قوة عظمى، بوجود شيء ما صنع هذا الكون، ولكنه مش الله حقكم اللي انتم بتعبدوه وتصلوا له. في حاجة ثانية مش عارفين ما هي. خلقتنا عبثا، يعني نعيش عيشة كلاب. خلقتنا عبثا. طبعا هذا الاسلوب يتبعوه كل الملحدين وقت ما تزنقوا في الحديث. يقول لك انا لا ديني، انا اؤمن بوجود قوة ما، ولكن لا اؤمن بالاديان. الاديان صنيعة بشرية. طيب انا هنا عندي سؤال منطقي لعلي البخيتي. اذا انت وجدت الحق انه لا في الله ولا دين ولا جنة ولا نار ولا قيامة، وان هي الا حياتنا الدنيا، يعني نحيا ونموت فقط زي البهايم. طيب انا عندي سؤال، انت مش خلاص عرفت الحقيقة، وجدت السعادة؟ يا اخي روح عيش، روح عيش حياتك. ليش قاعد 17 ساعة وظيفة؟ 17، وهذا رقم ورد في مساحاته، 16 17 ساعة يوميا علشان تخلي الناس تلحد وتقنعهم بالإلحاد. انت مش وجدت السعادة؟ عيش حياتك، روح اسكر، روح شوف المزز، روح المراقص، عيش. لا يوجد معايير أخلاقية، وهجيك على النقطة هذه. ليش قاعد واجع قلبك بالآخرين؟ يعني أنا مثلا، أنا أيمن القاسمي كمسلم، أنا مقتنع بديني الحمد لله، تلقاني في سلام مع نفسي، مش مضطر أقنع أحد إنه يسلم، ولا بضيع وقتي في المساحات ومضيع عمري و17 ساعة يوميا عشان أثبت للناس إنه الدين الصح. أنا مرتاح نفسيا مع نفسي، واجد الحقيقة مرتاح. أنت مش مرتاح ليش؟ لا يمكن تلاقوا ملحد مرتاح. الملحد دائما يشتي يقنع الناس بالإلحاد، اللي حواليه يقعد في المساحات، في التعليقات، في التواصل الاجتماعي، يشيد لأنك على باطل. أهل الباطل دائما وده إنه الآخرين يشتركوا معاه في الباطل، ما يكونش هو وحده شريك في المشكلة. طيب خلاص، أنت لقيت الحقيقة، عيش حياتك، قارفنا بهمك وغثائك ليش؟ لكن في مصالح، في أرباح. قعدتك على التويت 24 ساعة وراها مصالح. تقول لي أنا أقدم استشارات ومحاضرات. ورينا استشاراتك وين محاضراتك اللي بتدخل لك الفلوس هذه؟ من وين جايبها؟ مدعومين من منظمات، وإحنا عارفين الليلة كلها. لا أنت أول واحد ولا انت اخر واحد. طيب تعالوا نرد. هذا قد يكون هذا الجزء الاول، لانه مواضيعنا كثيره. هنرد على اشهر الشبهات التي يثيرها علي البخيتي ويضحك بها على الناس. طبعا هو لا يجرؤ ان يطلع في مناظره وجه مع شخص محترم وعليه القيمه. خلوه يطلع مع عالم ازهري كبير من المتخصصين في الالحاد يحرقوا في 5 دقائق، لانه حتى اسئلته عقيمه. علي البخيتي فقط بيعتمد انه يكون على المايك، انه يسكت ذا ويكتم ذا ويطلع اللي يشتيه، ومعاه فريق عمل كامل والتليفونات مفتوحه والبحث، ويقعد يعني يعاونوه كيف يرد بالاسئله العقيمه اللي لا تودي ولا تجيب. تعالوا نرد على اشهر الشبهات التي يثيرها علي البخيتي، وتعال المحور الثاني. اول شبهه دائما تثار في مساحات علي البخيتي وجدالاته ومناظراته هي المعيار الأخلاقي. أنه دائما يسأله، ودك تزنق أي ملحد تقول له ما هو المعيار الأخلاقي؟ سيبك من القانون لا يحدد المعايير الأخلاقية. يعني لو احنا ما عندناش أديان، طيب المعايير الأخلاقية مين يحددها؟ الدولة. ليس لها علاقة في العلاقات الجنسية وشرب الخمور ونكاح البهائم وهذا الأشياء كلها، ما لهاش علاقة. إذا أنا في دولة علمانية قررت أن أنا أنام مع خنزير، الدولة مش هتقولي لا، ما فيش قانون يحدد العلاقات الجنسية. فما هو المعيار الأخلاقي؟ علي البخيتي يقول لك المعيار الأخلاقي هو المجتمع، وجهة نظر المجتمع. يعني لو شخص قرر أنه يمارس زنا المحارم هو وأخته أو هو وأمه، وهذا يحدث،
بالتراضي. ما هو العقوبة؟ يقول لك ما فيش عقوبة قانونية، احنا دولة علمانية. طيب ما هي المعيار؟ يقول لك نظرة الناس ليه. الناس لن تتقبله، الناس هتبتعد عنه وتنفض من حوله يا بابا. طيب ما على هذا الأساس الشذوذ الجنسي قبل أكثر من 100 سنة، قبل 100 سنة، قبل 80 سنة كان عقوبته الإعدام في أي مكان في العالم، ثم أصبح سجن مدى الحياة، ثم أصبح سجن 5 سنوات مع غرامة، ثم أصبح غرامة، ثم أصبح جنحة، ثم أصبح عادي، ثم أصبح يحق لك تعملها في أي مكان وأي حد يعترض السجن. يعني تغيرت المعايير الأخلاقية. إذن الآن لو تحدثنا عن زنا المحارم أو نكاح الحيوانات، الآن ترفض المجتمعات، مع أنه موجود في الغرب شركات ومحلات ومتاجر تبيع هذه الأفلام. مرأة نايمة مع كلب، مرأة تضاجع خنزير، مش برا لا، ذاك منه في ذاك منها كالإبرة في سم الخياط، رجل نايم مع معزة، مرأة مع حصان. هذا موجود الآن، وموجود ملايين الفيديوهات على السوشيال ميديا، ولا أحد يستطيع أن يمنعها، لأن الدول العلمانية لا تتدخل في الأخلاقيات والعلاقات الجنسية اللي بالتراضي. طيب الآن هذا الأمر مرفوض، وهو قال أنا أرفض هذا الشيء لأنه المجتمع لا يتقبله. طيب بعدين بعد 15 سنين لما يصير هذا الشيء جائز ويصير المجتمع يتقبله ويصير عادي كما أصبح الشذوذ عادي، هتتقبلوا حضرتك. يعني ممكن تنام مع أي بهيمة عادي، ممكن تنام، يعني بعيد عنك، لا ودي أشخص المواضيع، لما أقول أنت فأنا أتكلم على الملحد وليس عنك يا علي. يعني تنام مع بهيمة، تنام مع خنزير، تنام مع أمك، تنام مع أختك عادي، بأي منطق هذا؟ أيضا علي ضرب في هذه المناظرة، ضرب مثل، قال إنه الزنا بين المحارم هذا غير مرفوض حتى في الحيوانات. ما فيش حيوان بينام مع أمه، مع إنه الحمار بيعملها على فكرة، يعني إنه يمارس الجنس مع أمه أو مع أخته. ليش في أسد ذكر بينام مع أسد ذكر، ولا حصان ذكر بيضاجع حصان ذكر؟ يعني تضرب مثل وتسمع بنفسك، تفضح بنفسك لما تضرب مثل اضرب مثل صح. مشكلتك انك مش لاقي ناس عقلانيين وواعيين يناظروك، بتناظر لك الفرق حق تويتر زيك. اذا مسألة المعيار الاخلاقي هذه غير سليمة وغير مضبوطة. ما تراه اليوم الانفس لا تتقبل، غدا سنتقبله وسنشهد اشياء ابشع. احنا شفنا في امريكا اللي تزوجت ابنها، وشفنا اللي تزوج كلبه، ما حد منعهم. والمجتمع على العكس صار شهرة والقنوات وضحك وتقابلوا معاه طبيعي. كل ما يخالف نواميس الطبيعة انتم بتدعموه، كل شيء ما يخالف حتى الطبيعة الحيوانية انتم بتدعموه. تعال المحور اللي بعده. النقطة الثانية اللي دائما يثيروها الملحدين وعلى رأسهم علي البخيتي، انه نريد دول علمانية، نريد ان نفصل الدين عن الدولة. طب أنا عندي سؤال، ما هي مشكلتك في اتصال الدين بالدولة؟ يعني ما هي الأشياء في الدين التي تتعارض مع الدول المدنية؟ في الحقيقة هي 3 أشياء فقط. أولا تطبيق حدود الشريعة الإسلامية في القضاء، وهذا لا يضيرك في شيء، وكثير من دول العالم تطبق جزء من الشريعة الإسلامية، على رأسها إسرائيل، الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة. ثانيا الخمور، إن احنا نعمل خمور وبارات ومراقص وديسكوهات. ثالثا تقنين الدعارة، ان احنا يكون معنا شقق دعارة مصرح بها، ونمنح تصاريح مهنية. فتاة ليل، ايش وظيفتك؟ انا فتاة ليل، اهلا انا عاهرة في الشارع اللي وراكي. يعني هكذا، يعني فقط اليمن الان لو سمحنا بالخمور وسمحنا بالدعارة وشقق الدعارة والفساد الاخلاقي اصبحنا دولة علمانية. على فكرة راهي هذه الدولة العلمانية عشان تكونوا فاهمين اصدقائي المتابعين، هو هذا الفرق بين الدولة العلمانية والدولة الاسلامية. الدولة العلمانية نحن يكون عندنا فساد، إنه يعني لو أنا الآن في اليمن صرت أقدر أخذ أي بنت وأروح أنام معاها في حديقة ال70 ورا الشجرة، والناس يمشوا يشوفوني وأنا أضاجعها يقولوا ويمشوا. أصبحنا دولة علمانية متطورة. يعني طيب هل قطر الآن أليست دولة متطورة تتبع الشريعة الإسلامية؟ أحسن تعليم في العالم، أعلى اقتصاد في العالم، أعلى دخل في العالم، أعلى اقتصاد بالنسبة لحجم الدولة وعدد سكانها، أعلى دخل، يعني مستوى الدخل للفرد، أحسن طيران في العالم، يعني من افضل الدول في العالم ودوله اسلاميه. يعني هل الان قطر لو شرعت بيوت الدعاره صارت ودخلت فتيات الليل مسرحات يوقفوا في الشوارع اي واحد ياخذهم، اصبحت دوله علمانيه متطوره. راهم يضحكوا علينا باسم الحريات، وبعدين يقول لك في المناظرات انتوا ليش المسلمين لما نخوض معاكم في اي نقاش تدخلوا مواضيع الجنس؟ لانه هو هذا الدوله العلمانيه، وهذا هو الخلاف بين دوله اسلاميه ودوله علمانيه. الدوله العلمانيه فساد، ولا الدول الإسلامية نظام انتخابات أو ملكيات أو مشيخات زي دول أوروبا. ما فيش فرق. إيش الفرق في التعليم في الدول الإسلامية، في الطيران، في السياحة، في كل شيء؟ ما فيش فرق، ما لها مصر. بس الفرق إن أنتوا تشتوها دعارة، نام مع اللي تشتيه،
مارس الشذوذ براحتك، اسكر لما يغيب عقلك وتترنح في الشارع زي الحيوان، اعمل أي شيء. هذه هي الدولة العلمانية اللي انتم بتبحثوا عنها. أما كدولة إسلامية، الشرائع الإسلامية لا تتنافى أصلا مع أي شرائع مدنية، مع أي قوانين مدنية. هذا في خيالكم انتم بس تضحكوا بيه على الأطفال. تعال المحور اللي بعده. نقطة هامة فتحها علي البخيتي في مساحة مدتها 3 ساعات. ليش الله لا يرسل رسالة الدين إلى الناس مباشرة بدون تعقيدات؟ قال يعني تويتر الآن بترسل يعني بوست، رسالة توصل للناس في العالم كلها، 1-2 مليار توصلهم الرسالة ويفهموا الفكرة. ليش الله قاعد آلاف السنين ويرسل أنبياء عشان، وقعد محمد مدري كام، هو قال محمد عشان يقنع قريش قاعد مدري كام 20 سنة، وتويتر في ثواني. لا يا بابا، يا أخي يا جماعة الرجل هذا معتوه. تويتر لما بيرسل لك رسالة معلوماتية فقط، لا يرسل لك رسالة تغير من عالمك وأفكارك، لا يرسل لك رسالة تغير من معتقداتك. يعني محمد عليه الصلاة والسلام لو كان راح لقريش ورسل لهم رسالته انه في سيل جاي من الوادي، كان الكل هيتقبلها. لكن لما تيجي انت بفكرة تغير افكار الناس بدين جديد، لن تتقبلوا الناس. يعني الان لو تويتر طلع وارسل رسالة للناس انه ظهر مسيح جديد او ظهر نبي مسيحي جديد يقول ان عيسى ابن مريم عليه السلام لم يكن نبي وانما كان شيطان، وهذه تعاليم الدين الجديد، هل هيتقبل أحد هذه الرسالة من تويتر؟ هل هتوصل هذه الرسالة للناس؟ لا تكون تضحك لك على العبط اللي يطلعوا معك في المساحات وتسقط أشياء على أشياء لا تصح. أمثلتك أصلا لا تصح، لكنك مش لاقي حد يعريك فقط في هذه المساحات. أيضا إيش بيقول ليش الله لا يتجلى للناس؟ مرة واحدة يا أخي نتعبوا معانا، يظهر نشوفه كلنا خلاص نفهم انه في الله وفي، او انه كان يخلقنا وجواتنا معرفة انه الله موجود والاديان صحيحة وهذا كله. اولا الفكرة هنا وكأنك تعطي الانسان اللغز فكرة الحياة امتحان، بس انت ودك تشبهها باني اعطي انسان لغز واعطيه الحل، ان انا اعمل فيديو جيم واعمل اللعبة كلها مفتوحة ومحلولة، ان انا اعطيك فيلم واجيب لك النهاية في اول دقيقة. فكرة الحياة كلها امتحان، ان انت تدرك الله. هذه هي فكرة العقل اصلا. ما كان الله يقدر يخلقنا ملائكة كلنا نعبد وانتهينا. ليش خلق بشر وليش كرم آدم بنعمة العقل؟ أعظم مخلوقات الله هي العقل، وعشان تكتمل هذه النعمة لازم يكون عندك حرية الاختيار، لازم يكون عندك حرية معرفة الخطأ من الصواب، وأن تسعى في طريق الجنة أو النار. أما أن أنا أعطيك اللغز وأعطيك الحل معه، إذا لا فكرة من هذا كله، لا يوجد هدف من الليلة هذه كلها. أما حكاية تقول طيب ليش الله تجلى لموسى عليه السلام؟ لأنه الأنبياء، وليش عطى المعجزات الأنبياء؟ لأنه الأنبياء هم مفاتيح حل هذه الألغاز، عشان كذا ظهر لهم. أما حكاية اللي يقول لك ليش الله، يعني هذا محور ثاني بدون ما نعمل فاصل، ليش الله العظيم اللي بتقولوا عليه عظيم محتاج ان احنا نصلي له 5 مرات في اليوم؟ يا بابا الله مش محتاج ان احنا نصلي له، احنا اللي محتاجين لهذه الصلاة، احنا اللي محتاجين لهذه الروحانية والربوبية، وان نكون دائما على اتصال مع الله. وهذه فطرة البشر من قبل ظهور الأديان. ليش كانوا بيعبدوا الشمس؟ ليش كانوا بيعبدوا القمر؟ ليش كانوا بيعبدوا زحل؟ ليش كانوا بيبنوا تماثيل عملاقة ويعبدوها؟ ليش كانوا بيعبدوا روح الغابة؟ لأنه فطرة الإنسان السليمة تحتاج إلى عبادة. هو عارف في فطرته أنه هناك شيء أكبر وقوة أضخم يحتاج لعبادتها. هذه الحاجة في النفس البشرية، أنك تشعر دائما بالخضوع لشيء أقوى منك وهو الخالق. عشان كذا البشر من قبل الإسلام ومن قبل الأديان كانوا بيعبدوا أشياء أخرى، وكانوا بيعبدوا كواكب، كانوا بيعبدوا جبال، كانوا بعضهم بيعبد حيوانات. يشوف الحيوان زي الهند لا يعبدون البقر ولكن يقدسون البقر لأنها أنقذتهم من المجاعات وليلة طويلة، ورمز للعطاء، اللحم، الزبدة، الأبقار، الفلاحة، كل شيء. هذه حاجة عند الإنسان أن يكون دائما على علاقة دينية بربه، مش الله اللي محتاج أن احنا نصلي له. تعال اللي بعده. نقطة هامة دائما يثيرها علي البخيتي أيضا، وهي موضوع السبايا. هو دائما يقول أن المسلمين كانوا يدخلوا أي مكان يقتلوا الرجال ويأخذوا النسوان ويروحوا يغتصبوهم. هذا في عقليتك أنت كملحد. ما عندكمش حاجة اسمها زواج ولا حرمات بيوت ولا عورات ولا أعراض ناس، فعندكم أي
جملة فيها رجل ومرأة لازم يكون فيها جنس بالتراضي أو اغتصاب. هي كده تصنيف المسألة عندكم، ما فيش، ما لهاش تفرعات. هي يا أنا وأنت راضية يلا الآن، يا مش راضي يبقى اغتصبك. هذه وجهة نظركم أنتم الملحدين فقط. أما هذا أصدقاء المتابعين ليس صحيح في الإسلام. أولا حكاية السبايا هذه لم تكن بدعة إسلامية، هذا كان في العالم كله، هذه هي معايير ذاك العصر. كانوا لو الرومان أو الفرس أو كسرى أو أي اليهود لو كانوا قتلوا المسلمين كانوا أخذوا نساءهم وأطفالهم. هذه معايير ذلك العصر من التتار للهكسوس كلهم، كانت معاييرهم انه اخذ النساء سبايا، بل على العكس الاسلام جاء وقننها وجعل منها مخارج. تعال احكي لك الكلام اللي البخيتي لا يحكي لك اياه. اولا في الاسلام لا تؤخذ سبية الا المرأة التي حضرت مع جيش العدو، كانت موجودة في أرض المعركة تؤخذ سبية. ثانيا ما فيش حاجة اسمها أنه يقوم باغتصابها، كان في حاجة اسمها الفدية، انها تفدي نفسها بمبلغ مالي او يفدوها اهلها بمبلغ مالي، يدفعوا لها فلوس تخرج. هذا لم يكن موجود قبل الاسلام. الاسلام هو الذي قنن هذا القانون وهو اللي اعطى مخارج، هو اول من وضح حقوق الاسرى في التاريخ، اسرى الحروب، فتفدي نفسها او يفدوها اهلها بمبلغ مالي او شيء عيني فتخرج، او ان تخضع يعني للشريعة الاسلامية، او ان تدخل في الدين الاسلامي تصير مسلمة. القانون ما هو انت اصلا هتروحي فين؟ انتوا دخلتوا حرب، مدينتك كلها ابيدت، فين هتروح؟ يعني تجد الدين الاسلامي هو كان اكثر رحمه. اما حادثه بني قريظه اللي يتكلم عليها ايضا كانت بمعايير ذلك العصر، كانت بمعايير ذلك العصر، بغض النظر انه بني قريظه هم خانوا العهد اصلا، ناس ما لهم عهد ولا لهم ذمه، وهذه معايير العصر. بل على العكس الإسلام هو الذي وضع المعايير، هو الذي أنقذ الناس. الرسول لما كانت الغزوات تدخل لأي مدينة كان يقول لا تهدموا كنيسة، لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا شيخا، كان بيحرص على السلام، لا تحرقوا كتاب، كان بيحرص إنه هذه المدينة تفضل على ما هي. الرسول اللي كان يقول لا تقطعوا شجرة، لا تقطع شجرة، لا تدهس زهرة، لا تحطم أي حاجة، هيخليهم يأخذوا النسوان ويغتصبوهم. هذا في عقليتك أنت، لأنه المرأة بالنسبة لك سلعة، حق من حقوقك. أي مرأة لازم أنك توصلها بسهولة. نظام علماني ملحد، يا أنا معك بالتراضي، إذا مش بالتراضي أي شيء ثاني يعتبر اغتصاب. لا يا بابا، في حاجة اسمها، كان في العصور القديمة في العالم كله ملك يمين، الآن في حاجة اسمها زواج، في أشياء أنتم ما تعرفوش بها أصلا. تعال اللي بعده. البخيتي يقول لك انه مثل ما في ملحدين ويهود ونصارى بيدخلوا الاسلام ايضا في مسلمين بيلحدوا. صح، هذا طبيعي يعني، بس المعادلة هنا غير مضبوطة. لانك لو تراجع اللي بيسلموا ستجد أنه جزء كبير منهم ناس، منهم علماء، منهم في الكونغرس، منهم موظفين في وظائف عليا، منهم أطباء، منهم مفكرين، منهم أدباء، منهم فلاسفة، يعني واحد منهم الأخير، منهم فنانين، ممثلين، أثرياء، مشاهير. آخرهم اللي هو في الكونغرس الأمريكي واللي تولى مهمة إصدار كتاب معادي للإسلام، فلما بدأ يدرس الإسلام عشان ينتقده أسلم. فالفرق في النوعية. أما من المسلمين اللي بيلحدوا غير الشباب البسطاء المساكين اللي انتوا بتاكلوا بعقولهم حلاوة وبتضحكوا عليهم. أضف إلى ذلك حتى اليهود والنصارى والملحدين اللي بيسلموا، اللي هم مش من علية القوم أو المجتمع المثقف، هذا كان عايش في الغرب، هذا كان عايش في السعادة اللي انت الآن بتبحث عنها، الخمور والسكر والنسوان والدعارة والمراقص والعري، كان عايش في السعادة اللي انت بتبحث عنها، وفي النهاية اختار حياة الحشمة الإسلامية. بينما هنا اللي بيلحد إما جاهل مسكين بتضحكوا عليه، أو يشتي يعيش حياته رفلة، نسوان، عيال، أي شيء عنده عادي. فمقارنتك إسقاطك غير صحيح أصلا. تعال اللي بعده، حد الردة. دائما هو يقول لك إنه الإسلام أي واحد يرتد عن الإسلام فيجب أن يقتل. طب تعال أقول لك الكلام اللي البخيتي بخ ما بيقوله لكمش. يعني في الإسلام يعني إذا ارتديت فلا يتم قتلك، شريطة أن تكف يدك ولسانك عن الإسلام، تكف أذاك يدك ولسانك. يدك أن تحارب المسلمين، أما لسانك البخيتي فسرها في إحدى مساحاته إنك ما تقولش أنا ملحد أو أنا ألحدت أو أنا تركت الإسلام. إذا قلت كذا نقولك لا يا بابا، هذا عندك أنت،
هذا فقه البخبخ بخيتي، هذا حاجة خلوه لك أنت. أما في الإسلام أن يكف لسانه، أن لا يهاجم الإسلام بغرض كيدي. إني مش أجي أنا أدخل الإسلام بغرض كيدي وبعد فترة أخرج وأنا ما أسلمت أصلا، أخرج وأبدأ أهاجم الإسلام. والفكرة هنا بسيطة، تعال أفسرها لك بكل مناطق الحياة بالمنطق. لو أنا أب وجاء واحد خطب بنتي وبعد فترة ارتد عن الخطبة، ما يشتيش يكمل معاها، الله يفتح عليك. لكن لو مشي بين الناس يتكلم عليها وعلى شرفها ويحرض عليها، هل هتسكت له؟ هذا تمثيل بسيط فقط عشان يفهموا الناس. هل هتسكت له؟ لا، سبت البنت الله معك. لكن انك تشوه سمعتها لن نسكت لك. ما فيش اب في العالم هيسكت مسيحي او يهودي او نصراني. هذا هو حد الردة في الاسلام، انك تكف يدك او ودك ترتد على الاسلام براحتك، لكن كف يدك ولسانك. لا تحارب المسلمين ولا تحرض على المسلمين وتحرض او تشجع على الردة، هذا. لكن البخيتي لا يقول لكم هذه الأشياء، هو يجيب المقاطع الصغيرة. أنا ممكن أرد عليه ساعات، لكن أنا أصلا تعبان ومصورين 3 حلقات اليوم إحنا، قضية فاطمة محمد وقضية ضرب الشاب التركي اليمني في تركيا. فهنختصر في الفيديو هذا ونخليه قصير ونرد عليه. إذا أنتم مهتمين بهذه الحلقات قولوا لنا وهنرد على كل شبهاته. كل الأشياء اللي بيطرحها ساذجة، كل الأشياء اللي بيطرحها غبية، وفي كل مساحاته يهزم. علي البخيتي هو شاطر بس في الحيل النفسية، بس يدخل مساحة يتهزأ ويتصبن، خصوصا من الشيخ أبو خالد، يعني هامة يمسحه. يخرج البخيتي يفتح مساحة في قناته، هروب الشيخ خالد وننهزم. هو لا انهزم ولا هو صبنك أصلا، هو أهانك. المناظرة كلها مسح بيك الأرض، أنت مش عارف تجاوب، انت انسان جاهل فعليا. ولكن هو ايضا يقول لك في بدايه كل ما يجيه المايك لعنده، انا عارف ان انت بتتعرق من الخوف، هو الان هيهرب، حروب نفسيه بس، ويش يتحكم في المساحات. والله جاهل والله، بس هو الحيله هذه الاستقواء، اما من غيرها عريه منها. انسان جاهل لا يمتلك اي شيء. ولا يعني مثلا البخيتي ينفي لك التاريخ كله. انا ما شفتش محمد، انا ايش دراني انه عمر سوى، ايش دراني انه محمد عليه الصلاه والسلام قال كذا لما ابو هريره كتب. يعني هو ينفي لك التاريخ. يعني اذا اي حاجه انت ما شفتها. وعلى فكره هذه احد افكار الملحدين، انهم يؤمنوا بمصادر حواسهم، المعلومات التي تاتيهم عبر الحواس. انا مش شايف الله يبقى ما فيش الله. يعني هذه هي الحيل حقهم. يعني انت نفيت التاريخ، حلو، طيب انا ما شفتش اينشتاين ولا شفته في فيديو هو بيخترع نظريات، يبقى هو مش موجود، كذب، صح؟ تسلا انا ما شفتش اللحظه اللي اخترع فيها الكهرباء، صح؟ يبقى هو مش موجود. الحملات الصليبيه مش موجوده، صح؟ اذا داود وسليمان لم يبنوا محل. يعني ينفي لك التاريخ، مع انه التاريخ مرجع علمي واستقرائي واستنباطي في الكثير من احداث وعلوم الحياه. هو ينفي لك التاريخ بالكامل، حاجه انا ما شفتهاش تبقى حاجة مش موجودة أصلا. لن أطيل أصدقائي، هنعمل جزء ثاني للحلقة هذه إن شاء الله، بس إحنا منهكين جدا، وهنرد على التفاهات وهناخذ الأسئلة الأعمق اللي هم بيطرحوها. والله ما عندهم شيء يطرحوه أصلا، والله ما عندهم ناس بتاخذ فلوس. الناس اللي تقضي 17 ساعة و16 ساعة يوميا على تويتر يضيع وقته عشان يثبت الآخرين إنهم ملحدين. وبعدين الحيلة الغبية لما واحد يتصل له يعني شيء طيح فخ، أنا أريد أن ألحد يا علي، لا 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 أنا ما يهمني، لا هذا مش هدفي. أجل وش هدفك؟ قاعد 17 ساعة على تويتر يوميا تحرض الناس على الإلحاد، وفينا تقول لا لا أنا ما يهمني تلحد، لا 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 هذا مش هدفي. يعني أنت ما ودك تتحمل أمام الله يوم القيامة، خايف إنه واحد يقول أشياء الحد على يدك، بس أنت مقنع نفسك إن أنت مفكر وبتطلق. أنت لا مفكر ولا جئت بشيء جديد. كل الكلام اللي قلته جابي قبلك اسلام البحيري وغيره وغيره، وكل هذه الشبهات رد عليها ديدات ورد عليها الكثير من مشائخة الدين الإسلامي المحترمين. بس ما فيش أصلا شيخ محترم كبير هيجي يقعد معك على مساحة على تويتر ويخليك تقفل المايك عليه. انت عارف انت مين بتجيب أصلا. ومشكلة هؤلاء الجهلة انه لما يسمع البخيتي مثلا يشكك في مسألة، هو والله يعني ما ياخدش المسألة هذه ويدخل القنوات الأزهرية ويكتب شبهة كذا 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 ويسمع رد علماء الأزهر. عبد الله رشدي، مش عبد الله رشدي ليس مثال أعلى، في ناس متخصصين في الرد على الإلحاد في الأزهر عباقرة. ما ياخدش الشبهة من البخيتي ويروح يبحث، لا خلاص هو من البخيتي يعني غبي راكن على واحد أغبى منه، يعني رزق الهبل على المجانين. هنعمل حلقات ثانية أنا معايا هناك
في المكتبه معي دفتر كامل، طبعا الاستوديو حقي كبير جدا حوالي 6-7 متر، معي هناك مكتبه. طبعا انا دائما احيانا مش دائما اشوف مناظراته مع الاخرين واسجل نقاط. هنرجع نفتح النوتة، هذه حلقه على السريع بس، ويعني قد ننقذ ما يمكن انقاذه من الشباب الاغبياء اللي بيمشي وراء هذا الجاهل، وعشان نرتب النقاط ونرجع لكم في حلقه اقوى. في ختام هذه الحلقه، هذه لكم مني تحيه، انا ايمن القاسمي، دمتم بود، سالمين جميعا.